سلام البنات وسلام الغزالات، مرحبا بكم اليوم في تتمة الفيديو السابق على قناتي وصفات أم زايد ديال الرفيسة المغربية على حقها وطريقها. شوفوا معايا الفيديو وتبعوا معايا المراحل حتى بالنسبة للمبتدئات كنتمنى تشوفوا الفيديو كامل، وحتى بالنسبة للبنات اللي مازال ما اشتركوش في القناة كنتمنى تدخلوا دابا تشتركوا في القناة فضلا. يلا اجيو تشوفوا معايا الطريقة والمقادير. وعلى بركة الله هنا كنحتاجو الثومه مهروسه، وايضا كنحتاجو 2 حبات كبار ديال البصله محكوكه، وايضا كنحتاجو معلقه كبيره ديال الكركم، وكذلك كنحتاجو لراس الحانوت او المساخن، والفلفل الاسود او لا البزار، والزنجبيل باودر، وكذلك مع كأس ديال زيت الزيتون، وكأس ديال الماء رقدت فيه الزعفران، وايضا السمن الحر. وهنا هي الملحه والضامه ديال الزعفران الحر والثومه على حسب اختيار ديالكم. دابا غادي ننتقلوا باش نحضروا الدجاج. هنا بعد ما غسلته مزيان بالخل والحامض، دابا غنبدا نخلط معكم المكونات اللي غادي نحتاج. هنا انا غنوضع اول حاجه حطيت البصله، كنبدا نضيف الثومه، الزنجبيل او السكينجبير، فلفل اسود او البزار، الكركم، راس الحانوت او المساخن، والملح. انا ما كترتش بزاف لان اصلا الدجاج غسلته بالملحه والخل والحامض. كنضيف الكاس ديال الماء اللي رقدت فيه الزعفران الحر، وايضا كنضيف كاس ديال زيت الزيتون. بالنسبه لضامه الزعفران وضامه الثوم انا استغنيت عليهم لان اصلا انا حاطه الزعفران الحر مرقد في الماء فما غنحتاجهمش. وكذلك كنضيف القليل من السمن الحر، هذا ضروري في الرفيسه يا البنات، عندكم تنساوه كتجي لذيذه. كنخلط العناصر مزيان. كنتمنى يكون الفيديو واضح، وكنتمنى ما نطولش عليكم بزاف. البنات اللي مازال ما اشتركوش كنتمنى تدخلوا تشتركوا. ان شاء الله غنشارك معكم وصفات اخرى في شهر رمضان باذن الله. ان شاء الله غادي ننزل لكم فيديوهات جديده ووصفات جديده. ما تبخلوش عليا بالدعم ديالكم. صافي هنا بعد ما خلطت المكونات مزيان كما كتشوفوا، كنبدا كنبهر الدجاج وحده بوحده. اهم حاجه ضروري يا البنات تدخل الدجاج تدخلها الشرموله مزيان. انا اليوم يعني بهرته شرملته مزيان وخليته يبات في الثلاجه حتى الغد ليه عاد باش طيبته، حيت الدجاج فاش يكون مشرمل كيترقد كيجي سبحان الله لذيذ، ماشي بحال الا بهرتيه في نفس الوقت وجعلتي ليه كيطيب، لا كيجي لذيذ الا يعني رقدتيه نهار قبل. انا هذه هي الطريقه اللي كنعتمدها في الرفيسه، في يعني بزاف ديال الوصفات. بالنسبه للبصله البنات انا دابا درت 2 بصلات محكوكين، ولكن من بعد فاش غادي يطيب الدجاج ونهزو انا غنضيف بصله اخرى. حتى نهز الدجاج غادي نضيف عاوتاني البصله مره اخرى باش كتجينا ديك المريقه ديالنا خاطره.
البنات انا غنخلي لكم الانستغرام ديالي في صندوق الوصف. انا هنا كنسرع الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف وممل، كنحاول انني نختصر لكم. صافي هنا انا بهرت الدجاج ديالي، رقدته مزيان كما كتشوفوا، داخله الشرموله مزيان. دابا كنغطيه مزيان وكنخليه يبات في الثلاجه حتى الصباح ان شاء الله، وكنشعل عليه يطيب. كنصحكم البنات تعتمدوا هذه الطريقه باش تطلع لكم الرفيسه ديالكم بنينه 100%. هنا الغد ليه ملي شعلت على الدجاج يطيب انا درت فيها ربطه ديال القزبر كيعطي واحد اللذه، واحد النسمه زوينه، وكذلك ضفت واحد المعلقه ديال الزبده. ضفت فيه الماء عادي، ماشي الماء طايبه البنات، غير الماء عادي باش ما يطرطقش لينا الدجاج، ما تقطعش ليه الجلده. هنا انا كنوجد البيض ديال السمان والتميرات عمرتهم باللوز. الدجاج صافي بدا كيدخلو الطياب، كنضيف فيه تومه. وهنا العدس انا غنطيبو بوحدو، ما غنخلطوش مع الصوص ديال الدجاج. انا هنا غادي نهز الدجاج وغادي نضيف البصله باش طيب. الدجاج انا دهنته بشويه ديال الزبده ودخلته الفران باش يتحمر واحد شويه. بالنسبه للخبز ديالنا البنات، انا اللي شاركت معكم في الفيديو السابق، ضروري ملي نبغيو نحطوا الرفيسه ديالنا نسخنوه في الكسكاس. هنايا في صحن التقديم اول حاجه انا حطيت شويه ديال الصوص ديال الدجاج، عاد كنحط شويه ديال الخبز، كنرجع تاني نحط شويه ديال الصوص فوق الخبز حتى كنشوفها شربات مزيان. كنعاود تاني نضيف الخبز وتاني كنسقيه بالصوص ديال الدجاج، يعني كندير الصوص والخبز الصوص يعني هكا باش كتشرب مزيان، ماشي كنحطوا الخبز كامل وكنبداو نسقيو غير من الفوق والداخل كتكون ناشفه. يعني هاد الطريقه الخبز كامل كيوصلوا الصوص ديال الدجاج. صافي هنا انا سقيت الخبز ديال الرفيسه مزيان، وهنا كنبدا نحط الدجاج من الفوق. العدس والثومه حطيتهم في مله من الفوق. بالنسبه للتزيين البنات كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، كل واحد وشنو كيبغي يحط. انا بالنسبه للحلبه انا ما درتهاش، كتبقى اختياريه، اللي كيبغي يضيفها واللي ما كيبغيهاش ما يديرهاش. وضفت هنا التمر والبيض ديال السمان واللوز. وهنا الغزاله ديالي انا ساليت من التزيين ديال الطبق ديالنا اللي شاركت معكم اليوم، الرفيسه المغربيه على حقها وطريقها. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه بالطريقه اللي شاركت معكم والطريقه اللي صايبت بها الخبز ديال الرفيسه او تريد. وهنا جاو ضيافنا وقدمت لهم الرفيسه وشاركتها مع بعض الاطباق. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتخليوا لي لايكات وتعليق زوين.